عسلامة ومرحبا بكم اليوم فيديو جديد ونهار جديد ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ان شاء الله يا ربي. اللي تتمنوه تلقوه اليوم هكا مش نعملوا بحكم الطقس مزيان. كان عنا هكا مطر وبرد وما نحكي لكمش الحصيلو. دونك اليوم هكا تنفست شوية طلعت الشموسة. وقلنا يا برا نمشيو نعملوا هكا دورة في جردة ولونية جردة زغرونة ما فيها حتى شيء لما حالة. فقط فيها شوية نعناع زرعة فيها شوية كليل على مياتي. وعندي رمانة جبتها من درب بيا. ما نحكي لكم مش هيك زرعتها باش نشم عليها الريحة. للأسف قاعدة صغيرة ما ماتتش أما قاعدة صغيرة مش قاعدة تنمو عرفتوا. بربي يلقى لي الحل قولوا لي شو نعملها باش تنمو بسرعة. حاسيلو احنا الحوض هذايا متاع النعناع كل مرة نكبروا فيه كل مرة نكبروا فيه. لين ما شاء الله تولينا صابة معناتها في الصيف تولينا صابة بسم الله ما شاء الله. أبسط الحاجات حتى أني ما نستعملهاش الكلها. نبدأ نعملهم مشامم يعني ديبوكي ونعطيهم صدقة للجامع. تو نتعداو للبات متاعنا اللي حبيت نشاركها معاكم تفرجت عليها على قناة تونسية. هي قناة يومية فوفا التونسية. مزيانة عجبتني هي في الصورة المصغرة متاع الفيديو. يعني كيفاش هي هكا تجبد فيها على محلاها كيف ما شفتوها زادة. في الفيديو لا عندي. دونك لهنا السر متاعها قالت لي لازمك تحط لها. خذيت كيلتين فرينة عليهم كيلة اسميد. السميدي لازم يكون الارطب الاكسترا فين. حسيلو حطيت لها بطبيعة. الميل هنايا. جربت اني جست يعني بالفرينة بزايد اما بقيت الطريقة عملتها على روحي. المفيد طلعت بات مش نورمال معناتها كي تحط الفرينة ازيد من السميد تطلع لكم خارقة للعادة. شكرا يا فوفا. دونك لهنايا عجنتها مليح مليح بالملح والمي يكون سخون على الاخر. باش تتعجن لك في ساعة وتطلع لك بات مزيانة. هكا هاول هنا بعد ما ارتاحت المدة كبيرة كيف ما نقولوا احنا اشتر نهار الحقيقة. عملتها الصباح والعشية. ركحتها قصيتها اقراص. وهنا حطيت زيت وزبدة. غلفتهم مع بعضهم. ومسحت الوجه الكعبرات متاعنا. باك الزيت والزبدة وفي نفس الوقت مش نحلو على البلون دو ترافاي. بالنفس الزيت والزبدة. ولهنا لازمها تكون شفافة كيف ما قاعدين تشوفوا. واني مش اول مرة نبارتاجيها معاكم فقط حبيت نقولكم انه انك تعملها هي صحيح يعني الزمنية. المسمن الاصلي هي بالسميد الارطب على الاخر. اما زادة كي تستعمل معاها الفرينة تطلع لك خارقة للعادة. فوالا. لهنا تو مش نحلهم ونخليهم بطبيعة مش يرتاحوا. وبعد 3 ايام مش نحب نوريكم شوفوا القوام كيفاش طلع. بسم الله ما شاء الله. والبنة والريحة والقرمشة والتوريق اللي في وسطها. الله يبارك الله يبارك. فوالا. في نفس الوقت حضرت الخبيزات هذوما قلت يا ربي زعما شنو نحب نطيب عليهم. قعدت الحصيل ونهز والرد نحل الثلاجة يا ربي شنو نعمل يا ربي شنو نطيب. كيف كل يوم وكيف كل ام ديما حايرين دايرين. الور لهنايا نهارتها نهار احد جارنا. يرحم والدين والديه يسكن نحن نقولوا قريب للبرد. الحوت ما نحكي لكمش رخيص اولا وثانيا. فريشك ما نحكي لكم جابهولي يرحم والدين والديه. هذا الشور وما نعرفش هكا يقولوا له شور ما نسميش الحق الحوت. المفيد جاب لي اوراتا السوفاج هذية. وجاب لي معاها الحوتة الخشينة الاخرى. وجاب لي تريليا ما نحكي لكمش. دونك شهوتنا متاع اليوم مش نعملوا اتريليا. على قواعدها صافي لونطون هي جاتني خشينه شويه تجي اغلبيتها مشوي اما اني مش نعملها. كيف ما قلت لكم بالفرينه والعظم. فوالا. لهنا خذيت لك عبات الحوت متاعي. مش ننظفهم نعملهم كيف من هكاك نهزك الخياشيم متاعها. ونجبد كل شيء يطلع ما شاء الله يعني لصخ حشاكم. يطلع فاسيلمون. نكملوا كعباتنا الكل بنفس الطريقة وبطبيعة مش ننظفوهم ونحيوك القشور اللي فيها بطبيعة. ومن بعد تالي مش نعملوا لفحات اللازمة اللي لازمها تتفوح. حتى اني كنت راني ما نحبش نغسل الحوت اما لكن توا مادامني وليت يعني ربة بيت وعندي اسره وكل شيء دونك كل شيء لازمني نطاوقه. كملت غسلته مش نجي ومش نحي لها القشره هما ساهلين تنحيتها كسوا بالليد كيف من هكاكا. او بطبيعه مش نستعملوا السكينه يكون معناتها يكون القفاه متاع السكينه مش وجهها. وبطبيعه ربي بعد علينا الناس اللي بوجهين اللطف يا ربي.
هكا وناخذ هنايا القطاعة هذيكا وش تعمل كيف ما قلت العكس متاعها، مش من الكوتي اللي تكون حادة، من العكس متاعها، وننظفك القشور كها. وبعتلي نمصمصهم مليح مليح مش نحافظ على الراس كيف ما شفتوا، وكيف كيف مش نحافظ على الذيل متاعو. هنا مش نفوح فلفل مرحي، نزيد عليها كمون، شوية فلفل أكحل مش برشا، والملح، وحطيت الثوم جست ما وريتكمش. ونخلط اللفاحات في الكعيبات الحوت مليح مليح، ونخليهم يتشربوا اللفاحات متاعهم لين يجي وقت القليان. على خاطر في الوقت هذايا مش نحضر اني فيه الصوص. لهنا خذيت صوص، خذيت بليتو طماطم رحيتها مع شوية بصل، زدتها هريسة عربي، وش نزيدها مغيرفة طماطم صغرونة، ونقليهم الكل مليح. ولهنا حضرت الفلفل، احنا نسميه فلفل مطرشق. وبالنسبة للفاحات متاع الفلفل المطرشق تابل وكروية برشا ثوم وبطبيعة الملح حسب الذوق. هاو كمان مرقوش برشا على خاطر هي ما تستحقش برشا ماء. في المرحلة هذه تحبوا تحطوا فيها البيض، لكم حرية الاختيار. أنا مش نخليها هيك عادية. ونمشي توا اللمسة اللي تعجبني في الفلفل المطرشق إني نحط زيت زيتونة ني معناتها في الآخر بالكل تزيدها بنة على بنة. وهذوما الكعيبات المسمن مش نعديو بيهم بطبيعة الفلفل المطرشق. وتو مش يجي وقت القليان متاع التريليا. لهنا خذيت بيضتين حطيت عليهم فلفل مرحي فلفل اكحل، وبطبيعه شويه كمون، والفرينه زي كيف كيف مش نفوحها بنفس الفاح، شويه فلفل اكحل شويه كمون، ونخلط. وبعد تالي نبدا نحط في الحوت متاعي في البيض، وبعد تالي نحطهم مع الفرينه، نغطيها مليح بالفرينه. هي الحق التريليا الخشينة تجي بصراحة كان مشوية، أما أني شهيتها تكون مقلية. يا عيني يا عيني على البنة ما نحكي لكمش. الصوص حضرت، التريليا المقلية بالفارينة والعظم زدا حضرت. وهذا هو فطورنا متاع اليوم. إن شاء الله يا ربي الوصفة متاع اليوم تعجبكم وتنال رضاكم. وتوا نقولكم ما تنسونيش في اشتراك في القناة كما زلت ما اشتركتش في قناتي، وتفاعل على زر الجرس باش يوصلك كل جديد. وما تنساوش تخلوا لي التعليق المزيان، هذاك هو تشجيعكم لنا. وكيف كيف ما تنسوليش البصمة. وتوا ما تبقى كنقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه وبسلامة.